الله الرحمن الرحيم. حنا اليوم جينا نأزروا هاد الأسرة، هاد الأيتام اللي غادي يتشردوا وغادي يخرجوا للزنقة وما عندهمش فين غادي يمشيو. فلهذا حنا كجمعيات كنأزروا هاد الناس وكنستنكروا هاد الأشياء اللي كتوقع على أرض عين حرودة. وبما أننا وصلنا الخبر بأن هاد الأيتام غادي يتشردوا، فحنا جينا هنا وقفنا اليوم وكنخاطبوا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله باش ياخذ حق، ماشي غير هاد الاسره هاد الاسر كاملين اللي غادي يتشردوا. عين حروده راها كلها تشردات. يا محمد السادس، يا محمد السادس، يا ملك المغرب، راه في العهد ديالك حنا كنتشردوا. الان كنطالبوا منك وكنطالبوا من الاعتاب الشريفه ومن من الدوله المغربيه باش دير معنا حل في هاد الاشياء. يا محمد السادس، راه حنا كنستعطفوك، نستنجد بك بان راه ايتام وارامل ومطلقات وعجائز وشيوخ راه كلشي غادي نديرو قياطا وغادي نوقفوا في الزنقه. واحد العهد قديم وهما هنا. شحال ديال من عام هما هنا مثلا؟ ما نقدرش نقول لك لان كيقول لك راهم فايتين 40 عام وهما هنايا. 40 عام غادي يخرجوا للزنقه. راه الاجداد ديالهم 50 عام، راه دابا هادو غير الولاد، اما الوالدين ديالهم راهم قبل ما داروا معهم حتى شي حل. ما عندهم مساكن حتى شي حل. بقاو غادي يتشردوا فصل الشتاء والبرد. والمشكل ماشي مشكل التشريد، مشكل الخوف والترهيب. بالله عليكم ايتام غادي يخرجوا للزنقه. صاحب الجلاله راه ما فيه، راه كيعطي ماشي كيدي، ولكن حنا واقفين هنا كنطلبوا صاحب الجلاله باش يشوف من حال هاد الناس ومن حالنا حنا ومن حال عين حروده كامله. راه حنا غادي نخرجوا للزنقه وراه اقتضى الحر، حنا غادي نديروا اعتصام. يا صاحب الجلاله، لا نريد فتنه لا في البلاد ولا في العباد. انا بورزيم السعديه، عندي 3 وليدات وزياده. شحال العمر ديالهم؟ العمر ديال باقي صغار. اللي عنده الدري الكبير عنده 28 مجوج، عنده وليد معايا في السكنه، عندي البنت، عندي الولد الاخر عنده 17 عام. حنا دابا كابرين هنا، خلوق هنا، زدنا هنا، جدودنا هنا، كلشي هنايا. ودابا في هاد الساعه جاو بغاو يشردونا، ما عندناش فين نخرجوا. ما داروش معكم شي حل؟ ما شي داروا معنا تعويض؟ حتى شي حل. عاش سيدنا، كنطلبوا من سيدنا يشوف فينا حنا وليداتنا غادي نتشردوا للزنقه، ما عندناش فين نمشيو. عاش سيدنا، عاش سيدنا، وبغيت هذا الشيء يوصل لسيدنا. يلاه سيدنا خطب، بغيت هذا الشيء يوصل لسيدنا. ما عندناش فين نشردوا وليداتنا، ما عندناش فين نباتوا في الزنقه. والظلم هذا الشيء منكر، ولا للظلم. عاش سيدنا، ولا للظلم. حنا عندنا نسعى الملكيه مسينيه لينا، ما عندوش فهميه عطاونا السكن في الصقر. واش هذا هو الخطاب اللي خطب سيدنا؟ الله ينصرو، الله يحفظه، الله يشافيه، الله يخلي ليه وليداته. بغينا يشوف من حالنا، يشوف من حالنا. عاش سيدنا، بغينا ربي يشافيه ويطول عمره، يشوف من حالنا. غادي نتشردوا حدا وليداتنا، ما عندناش فين. هذا راه يتيم. يا صاحب الجلاله، يا صاحب الجلاله، يا محمد السادس، هذا راه يتيم. وانت راك كتعطي الايتام وكتحن على الفقراء. هذا راه يتيم. او من جمله الايتام راهم 3 الايتام. فين غادي يخرجوا يا صاحب الجلاله 3 الايتام؟ عاش سيدنا، عاش سيدنا. حنا كنطلبوا من سيدنا ما نتشردوش. الأولى في الأشياء مصدر تزامكية أراضي زناتر القادمة أكثر من 2000 هكتار غير سليمة. الخطاب الملكي السامي واضح جدا. المنظمات الحقوقية والعالمية واعية تاما ومتابعة المغرب. إذا كنطلبوا من الإدارة المغربية ما ديرش شطط في استعمال السلطة الإدارية إلى حين تشكيل الحكومة الحالية أولا. ثانيا، معالجة الملف الجديد وتصحيح المقاربة الصحية اللي بدا فيها السيد العامل وبادي فيها السيد المجتمع المدني ورئيس الجماعة وكل شيء منخرط في هذه المقاربة الصحية. إيجاد حلول بديلة ترضي الجميع، ترضي الجميع وفق معايير وقوانين وطنية ودولية كونية تراعي فيها قيمة الإنسان، تراعي فيها حقوق البشرية، تراعي فيها القوانين الجاري بها العمل، ويحترم فيها التغيير الملكي، ويحترم فيها الخطاب الملكي الأخير أمام القبة البرلمانية وأمام مستشاري الأمة وأمام الجميع وبصفته رئيس الدولة.
وبصفة جلالة الملك أيضا رئيس المجلس الوزاري، وبصفته كذلك أنه رئيس الدولة المغربية. وهذه أحكام صادرة من المحكمة الإدارية ومن الأملاك المخزنية. وكيف لا أن الأملاك المخزنية لدينا محضر بين عملات المحمدية سناتا ورئيس المجلس البلدي السابق وشركة تيار سناتا موقعة على توفير السكن للساكنة. فالقفز على المحاضر والقفز على المقررات والقفز على حقوق الإنسان تجنبا لكوارث اجتماعية. نناشد الجميع من موقعهم أن يتريثوا وينهجوا أسلوب الحكامة الجيدة قبل اتخاذ أي قرار، لكي لا يسجل على المغرب أنه تعسف إداري يدرس في الجامعات الأمريكية والسويدية والفرنسية، وكل هذا ما نخشاه أن يدرس في جامعات أعداء وحدتنا الترابية. سيدنا الله يشافيه والله